السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وباحسن حال يا رب العالمين. قبل بقى ما ابدا الفيديو بتاعي ما تنسونيش تعملي لايك. اهم حاجه يا جماعه اللايك عشان يرفع الفيديو بتاعي، واشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفيني من خلال الفيديو ده. وهتتلاقي كده علامه جرس، دوسي عليها عشان تختاري الكل عشان يوصل لك اي اشعارات باي فيديوهات جديده ان شاء الله باذن الله، يعني نزلها بعد كده. في الفيديو بقى بتاعي النهارده انا عامله شويه تنظيفات كده على السريع. بدات التنظيفات بتاعتي، انا ما عملتش اي تنظيفات خالص قبل رمضان. قلت كان الجو برد، وهو حاليا برضو لسه برد عادي بس بياخد ويدي شويه. وتلاقيت الجو والدنيا مطربه قوي في الشقه، فقلت لا خلاص ابدا اعمل التنظيفات بتاعتي. اول حاجه كده انا ببطن السجاد، بجيب ميه والمنظف بتاع مايوي بتاع السجاد واحط فيه شويه، وابدا اعمل السجاد بتاعي بالفرشه، بعدي عليه كده لو في ترابه في وبره اي حاجه. السجاده دي اللي متبهدله معايا من الحافظه وبره. لكن باقي السجاد بتاعي تمام كويس، ما فيهوش حاجه يعني. فمجرد ان انا بلمعه بس وبديله ريحه حلوه وبهويه، لان هعينه هعينه خلاص، ومش هفرشه غير بعد يعني على دخول الشتاء باذن الله باذن الله. بفرش انا بقى حافظات، طول الصيف بفرش حافظات. لكن في الشتاء اللي بحط فيه السجاد. بالنسبه لسجاده الانتريه، يعني هي ما بتشوفش الشمس لا صيف ولا شتاء. شوفوا الوبره، بجد السجاده متبهدله يا عيني وبره. السنه اللي فاتت قلت هغسلها لعل وعسى الوبره دي تخف منها شويه، بس للاسف ما حصلهاش اي حاجه غير ان هي بهدلتني وكبيره وتقيله، وبجد كانت يعني بوظت العمود الفقري بتاعي وانا بغسلها وبشيلها وكده. فهي كويسه ونضيفه وما فيهاش والله اي حاجه غير الوبره. فانا بعمل يعني بعمل اللي هي بمشي عليها بالفرشه وكده عشان بس اطلع منها الوبره واخلي ريحتها حلوه واهويها عشان بقى تتعين كده باذن الله. باذن الله يعني نضيفها كده ان شاء الله من نيجي ندخل بقى على الشتاء الجاي باذن الله نبقى نفرشها. عملت كل السجاده الكبير بتاعي. انا هما هي دي والسجاده بتاعه الصالون دي هما الاتنين اللي كبار، لكن السجاده التانية اللي هي شبه بتاعه الانتريه مقاس وسط. فدول كان يعني ايه، عايزه اخلص منهم بقى خلاص. لو عملتهم هرتاح. في اليوم اللي انا كنت بعمل فيه كده كان الجو حلو. فانا بختار يعني انا اصحى الصبح كده او اما الاقي الجو مشمس او حلو كده. فبقوم استغل الفرصه دي واقوم بقى اهوي. عايزه اعمل تنظيفات، اعمل تلميعات. انا حاليا غسلت كل الشبابيك والبلكونات ولمعت البلكونات الحيطان بتاعتها وكل حاجه، بس انا ما صورتش بصراحه الحاجات دي. اليوم بيعدي بسرعه جدا، التصوير بياخد وقت وبياخد نص اليوم. فعشان انا اصور فلازم يكون عندي غدا سريع، قصدي فطار. لازم يكون عندي فطار سريع واكون محضره نفسي وموضبه ان انا هعمل حاجه معينه. قبل ما بنام بجد اخر حاجه بفكر فيها انا هعمل خصوصا في ايام التنظيفات، لكن مش في العادي. بيكون عندي حاجه هعملها زياده عن شغل البيت الطبيعي العادي اليومي كده. برتب له كده بالليل قبل ما انام، انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا بكره، واحاول اظبط بقى بميعادي واظبط الوقت ان انا هعمل كده. بالنسبه بقى للمفارش بتاعتي انا بحطها بالميه ومعطر بس، هي دوبك ايه لو فيها ترابه بتنزلها، مش محتاجه اكتر من كده. قلت بقى اعمل معاكم كمان الغدا النهارده والعصير بتاعنا. العصير الرئيسي بتاعنا التمر، بحط شويه تمر وشويه سكر وشويه ميه واسيبهم يغلوا كده غلوتين ثلاثه. وبعد كده بجيب المصفى بتاعتي والدور اللي انا بحط فيه وانزل فيه بقى بالتمر، وافتح الحنفيه بتاعتي سرسوب صغنون كده، وافضل بقى املي حبه بحبه 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 كده لحد ما يملأ عندي الدوره. بيبقى لونه كويس وطعمه حلو وكل حاجه، واوفر كتير من اللي بيجي بره. كنت هعمل في اليوم ده كبده. عملت الكبده كده بالبطاطس، كانت تحفه جدا جدا جدا. مش عارفه هي اسمها الكبده مش كبده على عرقها تقريبا، مش عارفه. فجبت بقى البهارات بتاعه ماي واي بتاعه الكبده، وجبت قطعت بطاطسيه وبهرتها وحطيت فيها ملح، وقطعت بقى طماطم وفلفل وبصل شرايح، وعصرت عصرة ليمون لان كنت بحب الحاجة مززة قوي. فعصرت عصرة ليمون. وخصوصا انا صايمة فمش عارفة تبقى مززة ولا لا، قلت احتياطي بقى عصرية عصرة ليمون. خلطة الكبدة بتاعت ماي ويل دي تحفة، بتخلي الحاجة مززة وفيها سنة سبايسي وكل حاجة، بس انا حبيت يعني ان انا ااكد عليها. وطلعت السجاد بتاعي بقى يتهوى. كان الجو يومها هوا، فكنت انا عايزاها تتهوى بس وتشمي كده نفسها من البيت. لكن ما كانش يعني الشمس طالعه ولا حاجه، مش عايزاهم يتشمسوا ان شاء الله باذن الله. قبل ما بفرشهم بطلعهم يتشمسوا كده.
جبت بقى حته سمنه وحطيت وقطعت فيها توميه، واستنت كده اما التومه خدت لون صغنن، ونزلت عليها بقى ايه بالكبده والبطاطس. اللي على فكره انا عملت خلطه الكبده والبطاطس وكده، وسبتهم يتبلوا مع بعض حوالي ساعه، ووطيت عليهم بقى وسبتهم مع نفسهم. على فكره نسيت اصورها والله بعد ما خلصت، بجد كان طعمها تحفه تحفه. نشرت بقى المفارش بتاعتي، وده كان اليوم خلص. تنظيف بقى الفضية والنيش ده كان بصراحة في يوم تاني، لان اللي انتوا بتشوفوه في دقيقتين على فكرة بيتعمل في ساعتين والله، وتلاتة واربعة. بس انا بسرع لكم الفيديو عشان تتشجعوا كده وتتحمسوا معايا. لو حد كان مكسل ولسه مكسل وما عملش حاجة، للاسف رمضان بيعدي بسرعة قوي قوي قوي. انا بجد ما ببقاش عارفة النهاردة 16 17، لا بجد ايه ال 17 يوم عدوا ازاي؟ الليل والنهار بيجروا ورا بعض. يعني انت النهار فجأة تلاقي المغرب أذن، العشاء، التراويح، الساعة 12 واحدة 3 السحور، اليوم بيجري بطريقة رهيبة. حاسة ان في حد بيجري وراه فعلا ايام رمضان. من كتر حلاوتها انت ما بتحسيش بيها، بتحسي ان هي بتجري قوي وبتعدي جدا. انا متعودة ان انا اعمل المع الفضية والصيني اللي فيها مرة في السنة. فقلت وبعملها في تنظيفة رمضان، دايما اعملها في تنظيفة رمضان. متعودة على كده، فقلت بقى ايه اما ابدأ بيها. بحس ان هو هم على قلبي بصراحة، اخلص الحاجات اللي انا بستصعبها كده. بخاف وانا بنضف الصيني ده، بخاف جدا 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 يعني. اقعد يقول لي حبايبي حبايبي انتوا بتدفعوا فيكم فلوس كتير، تصعب عليا قوي لو حاجه اتكسرت. ولقيت على فكره كاس في النيش مكسور، مش عارفه بقى هو اتكسر ازاي. يعني هو كان اتكسر مني قبل كده وانا نسيت وحطيته، مش عارفه. فعشان طبعا قالوا حرام ان انت تحطي حاجه مكسوره في البيت، انا حطيته في كذا كيس عشان معورش حد، ولو عامل النظافه جاي يشيل او كده معوروش وميبقاش حرام عليا. حطيته في كذا كيس كده لوحده، لفيته كويس جدا جدا وحطيته وسط باسكت الزباله. وانا اصلا قصدي وسط كيس الزباله، وانا متعوده كيس الزباله لازم انزله مربوط، ومش برمي بقى اشوح يقوم يترمى يبوظ، لا، بروح ارميه واحطه كده بالراحه. عشان ما اذيش حد، وعشان كيس ما يتقطعش ويضطروا يعني يشيلوا بايدهم، صعبوا عليا جدا والله. فلازم كده نكون رؤوفين حتى بالناس اللي حوالينا. حطي الكيس مربوط كويس وحطيه كويس، ولو عندك اي ازاز متكسر او اي حاجه حطيها كويس جدا في كيس جوه كيس جوه كيس. حاولي بقدر الامكان ان انت تحافظي ان مهما كان محدش يتاذى من اي حاجه مكسوره. بالنسبه بقى للصيني والحاجات دي، عايزه اقول للبنات المقبله على الجواز وبتجهز وكده، والله ما تكتروش يا بنات من الحاجات دي، ملهاش اي لازمه، هي شكل وديكور بس. انا مش هقول لكم ما تجيبوش، ومش هقول لكم ما تعملوش نيش والكلام ده، هو فعلا ملوش لازمه. بس انا بحبه، يعني انا بحبه رغم ان هو فعلا ملوش لازمه، بتحط في حاجات ملهاش لازمه. بس انت ممكن تجيبي فضيه زي دي، تحط فيها طقم كاسات، طقم شربات، حاجات كده ديكور شكلها حلو. او ممكن تجيبي نيش صغير ما ياخدش غير حاجات بسيطه خالص، او تحطي انت فيه حاجات بسيطه، حتى لو بياخد حاجات كتير حطي فيه انت حاجات بسيطه رقيقه وشكلها حلو. وما تستغلوش، ما تجيبوش حاجات غاليه عشان تحطوها ديكور. هاتي حاجه شكلها حلو وما تكونش غاليه، لان انت هتحطها فعلا ديكور. واحسن انت مش مثلا هتجيب طقم صين او طقم كاسات ب 600 700 جنيه، او حتى يعني مش عارفه اقول لكم، هي اسعار الايام دي صعبه قوي. وعمرك ما هتطلعيه تستخدميه، هتخافي عليه يتكسر، هتخافي عليه يقع منك، هتخافي عليه مش عارفه ايه. فهاتوا حاجه شكلها حلو سعرها معقول، حطوها شكلها حلو وتزينوا بيها البيت زي ما احنا مثلا بنحط التحف والمفارش والحاجات دي. بس ما تكتروش، راعوا اهاليكوا وراعوا الظروف اللي احنا فيها الايام دي. وكده كده كلام الناس ما بيخلصش. لو انتوا عاملين الناس بتتكلم في اي حاجه، عملت حلو عملت وحش عملت اي حاجه في حياتك، لازم يتكلموا، لازم يطلعوا ويحطوا البصمه بتاعتهم. فبتساليش عن اي حد، هاتي اللي يناسبك واللي انت تحبيه وبس. في حاجه المطبخ بصراحه مش هقولك ما تجيبيش، هاتي حاجه المطبخ مش كتيره قوي برضو بس تكفي، لان انت بتكسري وبتبوظي. انا مكسره كميه كوباياتي واطباق. عايزه اقول لكم طقم السن بتاع المطبخ بتاعي ما عادش فيه ولا طبق من اللي هو الصغير، ما عادش فيه، كله اتكسر. الطبق اللي هو الوسط بقى فيه 4 بس. الاطباق الكبيره هي اللي لسه يعني ببركتها شويه، لان الاستخدام عليها ما كانش استخدام غير على قد يعني. فكان الصغير والوسط، الكبير يعني هو اللي الى حد ما يعني لسه فيه. فانا بدات اطلع الاطباق بتاعه الفناجين واعملها اطباق صغيره بصراحه يعني. فحاجة المطبخ توصي بيها شوية، مش شوية كتير يعني. مش متجيبيش برضو حاجات تحطيها تحت السراير وفوق الدواليب والحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان، سبهللة وحاجات دي، لا.
عادش الكلام ده خالص، اسعار صعبه صعبه. بس هاتي حاجات المطبخ تكفي استخدامك، وتكفي لو انت جالك مثلا ضيف. وهاتي حاجه مميزه شويه لو انت جايلك ضيف. اعملي دايما حاجه للضيوف، بجد انا مش بهزر في الموضوع ده. هاتي حاجه للضيوف، وهاتي حاجه لاستخدامك الشخصي، ما تكتريش، بس هاتي حاجه لده وهاتي حاجه لده. استخدامك الشخصي على الاقل. لو انت كسترت، لو انت عملتي، يبقى اما يجيلك ضيف يبقى عندك طقم كاسات كامل تقدمي فيه، ما يبقاش من كل فيلم اغنيه، من كل طقم كوبايه والحاجات دي. انا عندي سايبه حاجات، طقم ميه للضيوف، صواني مخصوصه للضيوف، اطباق مخصوصه للضيوف مش بستخدمها استخدامي العادي، عشان لما يجيلي حد يكون عندي حاجه تقدم فيها كويسه. بالنسبه لاستخدام الشخصي، ضيعت بقى، كسترت، عملت، مش مشكله بقى، هو عندي. حتى لو انا هحط مثلا في الصينيه كل طبق شكل، مش مشكله ليا. لكن لما يجيلي ضيف يتلاقي عندي الحاجه شكلها حلو من امك، شكل بعض والحاجات دي. بالنسبه بقى لطقم السن الكبير، فانا الطقم السن بتاعي ده ما كانش عاجبني، يعني وانا بتجوز ما كانش عاجبني، لان هو يعني هو متعان لي من زمان قوي. فكنت وانا بتجوز كان لسه بدأ بقى الاطباق المربعه ومش عارفه ايه، فكنت تنمرت عليه. بس هو حاليا عاجبني جدا. مش عارفه بقى، انا كبرت شويه مثلا، او رايي اتغير، اما عقلت شويه، مش عارفه، او انا ما كنتش واصله، انا عندي خبره، وانا بتجوز والله ما كانش عندي اي خبره في اي حاجه. ما كنتش يعني، كنت بختار الاذواق بس، لكن ما كانش دعوه بقى كام ولا عدد ولا الحاجات دي خالص، ما كانش في دماغي. بس كنت بحب اختار الحاجات شكلها حلو، وفي الاخر يعني، في الاخر لما اخترت الحاجات دي، فده ما كانش يعني باختياري، بس هو الوقت عاجبني قوي وانا بلمع المره دي، فكان عاجبني جدا، شكله حلو. وعايزه اقول لكم، مش عارفه اقول لكم هو ملوش لازمه ولا إيه، لان انت هتحطيه في النيش وفعلا ملوش لازمه لحاجه، لان انت عمرك ما هتطلعيه. يعني انا هو عندي اهو، وعاجبني وكل حاجه، بس بصراحه عمري ما هطلعه، عشان او مش هطلعه دلوقتي، ان انا سايباه شويه كده، شويه كتير. هستخسره لانه كان غالي وشكله حلو ونوع نضيف، واستخسر ان هو يتكسر ويبوظ والحاجات دي. فاحنا كلنا نفس التفكير، وانت ما بتتجوزي بتخافي على حاجتك جدا، وبتبقي عايزه تحافظي عليها، وتخلي بالك منها، لان انت عارفه ان اهلك تعبانين فيهم جدا عشان يجيبوا لك الحاجات دي، فانت بتخافي عليه. فمش عارفه بصراحه هو له لازمه ولا ملوش لازمه. هو ملوش لازمه بالنسبه ان انت مش هتستخدميه، وكده، بس هو شكله حلو. هو انا برضو بحب بتاعه. حاولي تحبي الحاجه اللي انت بتجيبيها لنفسك، لان كل ما تبصي لها ياه، بس ما تكتريش، امان عليكي، ما تكتريش في اي حاجه. ما تخليش حاجه عندك محطوطه تحت السرير، او حاجه محطوطه فوق دولاب. هات على قد استخدامك قوي 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 يعني. الحاجه اللي انت هتستخدميها بس، ما تخليش حاجه ما تكون عندك 10 و12 سنه انت مش مستخدماها ولسه اول مره تطلعيها، لان انت عندك كتير، حرام. هاتي حاجات حلوه، مش غاليه قوي. هاتي الحاجات، الاجهزه الكهربائيه او السجاد، اهم حاجه تجيبيها نظيفه. دي الاهم حاجه في البيت بجد، ان هي تيجي نظيفه، عشان الاجهزه اكتر حاجه بتستخدميها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم وشجعتوا. السلام عليكم.